الملك المغربي يصدم الجميع بقرار قوي يا صديقي العزيز: ترحيل صحفيين وإعلاميين الجزائر، ترحيلهم نهائيا من البلاد. سيتم ترحيلهم خلال ساعات فقط بعد إصدار قرار ملكي، قرار من جلالة الملك. ولما أقول لك قرار من جلالة الملك يعني تقف وتسكت وتسمع الكلام، لأن جلالة الملك محمد السادس لما بياخد قرار بيبقى حسم المصير وحسم الجدل. خلاص، ترحيل الجزائر وجمهور الجزائر والصحفيين وإعلاميين الجزائر، ده كله بعد الواقعة الكبرى اللي حصلت يا صديقي العزيز. تعال نخش مع بعض في التفاصيل ونعرف ايه اللي حصل ومين اللي هيتم ترحيله وايه سبب ترحيله من البلاد، وتعال نخش في التفاصيل. بس قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين ان لكل ملعب اسطورة، وهنا اساطير الكرة هم المغرب والمغاربة. انضم للعيلة بتاعتنا باشتراكك الجميل وضربك لايك للفيديو بتاعنا، وتعال نخش في تفاصيل الفيديو. الملك المغربي يأمر بترحيل صحفيين وإعلاميين الجزائر ومنع دخولهم مرة أخرى البلاد بمرسوم ملكي بعد خطاب رسمي وصل لجلالة الملك من الكاف بعد رسالة فوزي لقجع وإيضاح المشكلة والتعدي على جلالة الملك وعلى صورة جلالة الملك يا صديقي العزيز إلى الكاف. والكاف أرسل خطاب إلى جلالة الملك يفيد بأنه يمنع دخول الكارهين ومن كان السبب في هذه الفعلة. ايه التفاصيل في كده؟ هنقول التفاصيل بالتفصيل الممل بعد ما نصلي على النبي، فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس في البداية كده، لو انت شخص مغربي انزل اضرب لايك وصلي على النبي في التعليقات، وادعي لجلالة الملك، ادعي لجلالة الملك وللمنتخب بتاعنا، ربنا يدي جلالة الملك الصحة والعافية. الملك المغربي كمية الكره الموجودة في قلوب الناس ليه حاجة رهيبة. يعني أنا مش عارف والله العظيم انتوا عايشين ازاي بكمية السواد والكره جوه قلوبكم. كره كبير موجود داخل قلوبهم لجلالة الملك، مع ان جلالة الملك من انظف واحسن واقوى الشخصيات على مستوى العالم، مش على مستوى العالم العربي بس، لا، على مستوى العالم. جلالة الملك مهتم بكل تفصيلة في المملكة الشريفة، المملكة المغربية الشريفة. حتى كرة القدم الملك المغربي مهتم جدا جدا جدا، ونقوم بالعديد من الإصلاحات والإنشاءات وافتتاحات الملاعب واستضافات عديدة للبطولات، زي ما حاليا بيتم استضافة كأس أفريقيا يا صديقي العزيز اللي حصلت فيها الواقعة باهتمام كبير جدا من جلالة الملك وفوزي لقجع والعديد من المسؤولين داخل المغرب. نشوف واقعة تعدي صحفي جزائري على جلالة الملك، تعدي وإساءة ورسالة كره لجلالة الملك. انت لما يكون الملك بتاعنا وانت في دولتنا وانت تيجي تتعدى عليه وتتعدى على صورته، ومع ذلك الملك يعديها لك مرة واتنين. اول مرة ان انت تغطي صورة الملك، تاني مرة ان انت تغلط في جلالة الملك لفظيا قدام بعض المغاربة، وكان اصلا الناس اللي في الفندق هيمسكوا فيك، كان هيتم التعدي عليك. احنا لو سيبنا الشعب عليك يا ابني هياكلوك، والله لو سيبنا الشعب عليك هياكلك. انت تتعدى على جلالة الملك وعايز الشعب يسيبك عادي؟ لا طبعا، محدش هيوافق بكده. مين هيوافق بكده؟ انت يا صاحبي لو موافق انزل يقول لي. في بعض من الاخوه الجزائريين في غايه من الادب والاحترام وبنشيلهم في جراسنا. انت طول ما انت محترم بشيلك في جراسك، لا ان انت هتجل ادبك هتاخد بالجزمه. والله هيتم التعامل معاك معامله نفس المعامله بتاعتك. احنا مش وحشين، المغرب مش وحش، الشعب المغربي مش وحش، بس انت اللي بتضطرني ان انا اتعامل معاك معامله شبهك. والله بتعاملني ان انا عاملك معامله شبهك. ليه يا اخي؟ ليه؟ مع اني مش بحب ان انا اتعامل بالمعامله دي.
الملك المغربي يأمر بترحيل الصحفي كمال الهوي بعد إساءته الكبيرة لجلالة الملك. ومش بس كده، ده كمان إن هو طلع واتكلم وقال هو وبعض الإعلاميين إن إحنا نقدر ندوس على علم المغرب بالجزم. تدوس على أنهي علم؟ أنا مش عارف والله العظيم. ده أنت ممكن بسبب التصريح ده تقوم حرب كبرى، حرب كبرى مش دبلوماسية، لا حرب عسكرية بين المغرب والجزائر لاسترداد شرف المغرب. فانت لما تيجي تقول تصريح او تطلع تتكلم، حاول تتكلم بطريقة كويسة. يا كمال انت راجل صحفي، الصحفي ايوه احنا عارفين بيبقى السبق الصحفي في بعض كبير جدا من الاكاذيب والمعلومات المغلوطة، تمام؟ دي حاجة احنا عارفينها وفاهمينها. لكن انت لما تيجي تتكلم حاول تعرف انت بتتكلم عن مين، اعرف حجم البلد وحجم الدولة وحجم الناس اللي انت بتتكلم عنها، وبعدين يا صحفي يا محترم اتكلم. شفنا النهاردة ترحيل إعلاميين الجزائر، والصحفي كمال الهوي سيتم ترحيله نهائيا من البلاد يا صديقي العزيز بعد إساءته لجلالة الملك وإساءته لصورة الملك. ولازم الخطوة دي كانت تتاخد من بدري، بس جلالة الملك كان محترم برضو الناس المحترمة، مش راضي ياخد قرار يستبعد بيه الجزائر نهائيا من البطولة، وهو عنده المقدرة على كده. خطاب واحد يبعته للكاف وخطاب للفيفا انتهى الموضوع. الجزائر مش هتلعب تاني في افريقيا. ليه نوصل للدرجة دي واحنا اصلا الجزائر بلد شقيقة؟ يعني انت بلد قريبة مننا وبلد عربية. نحاول في المرات اللي جاية نطور من اسلوبنا، ننظف عقولنا، عدم الاساءة لاي حد مهما كان. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتدعي لجلالة الملك وللمنتخب المغربي. يلا سلام.